السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا محمود البغدادي، انا مهاجر مصري موجود في كندا من سنه 2024. بحاول اساعد كل الناس اللي بتحاول تيجي كندا او حتى اللي موجودين في كندا ان هم ينجحوا في حياتهم، يدرسوا حاجه جديده. فخليني اشرح لكم النهارده يعني ايه اوساب، يعني ايه منح من الحكومه الكنديه عشان تساعد الناس اللي جايين مهاجرين جداد او حتى الطلبه الموجودين والكنديين هنا في كندا. انا قلت بما اننا النهارده هنتكلم عن المنح الحكوميه الخاصه بالطلبه وخاصه بالجامعه عموما، فقلت خلينا نصور لكم في الجامعه. تعالوا. الجامعه خليني بقى اشرح لكم يعني ايه اوساب. اوساب ده اللي هو اونتاريو ستودنت اسيستنت بروجرام، فهو ده معمول من الحكومه الكنديه الخاص بمقاطعه اونتاريو عشان يساعد الطلبه اللي جايين هنا جوه المقاطعه، عشان يديهم دعم مادي، سواء عشان يغطي تكاليف الدراسه وكمان تكاليف المعيشه على حسب بقى هم دخلهم عامل ازاي. دي هنتطرق لها في اخر الفيديو، افهمكم هيعمل لكم هيديكم فلوس عامله ازاي، فلوس قد ايه عشان تقدر تساعدكم فعلا. مبدئيا كده، هل ده مثلا خاص بمقاطعه اونتاريو فمعناها ان انا لو في اي مقاطعه تانية مفيش؟ لا، كل مقاطعه هنا في كندا موجوده عندها البرنامج ده، ولكن بيبقى له اسم مختلف. ولكن انا موجود في مقاطعه اونتاريو عشان كده هشرح لكم ده بكل التفاصيل، ولكن كل مقاطعه فيها البرنامج ده. وكمان لو انت كنت عايش في اونتاريو قررت ان انت تروح او جالك مثلا كليه في مقاطعه تانية، مفيش اي مشكله، بتروح هناك هو بيغطيك لمده اول سنه، ولما تقعد في المقاطعه الجديده دي لمده سنه تبدا تقدم على البرنامج بتاعهم، ولكن مفيش اي مشكله، بيغطيك حتى بره المقاطعه. في البدايه، هي ليه الحكومه الكنديه طيب عامله دعم مادي للطلبه؟ ليه؟ لان هو الطالب من ساعه ما بيتولد بيدخل الدي كير، بتبقى مدعمه بحوالي 10 او $20 في اليوم. بعد كده بيدخل مدرسه من اول اولى ابتدائي، يعني جريد 1 لغايه جريد 12 اللي هو اخر سنه في الهاي سكول. كل ده بيبقى مجانا بالكامل، كل حاجه جوه المدرسه بتبقى مجانا، الطالب مش بيدفع اي مصاريف لان المدارس الحكوميه هنا كلها مجانا ما عدا الجامعات او الكولج. وهقول لكم يعني ايه فرق ما بين كولج ويونيفرسيتي.
فمبدئيا الجامعات والكولجز كلها بتبقى بفلوس. الكولج يمكن تبقى ارخص شويه، بيسموها في النورث امريكا سواء في امريكا او كندا اسمها كوميونتي كولج، ولكن الجامعات شويه بتبقى اغلى اللي هي اليونيفرسيتي. فعموما عشان الجامعات بتبقى بفلوس فالحكومه بتقدم لهم الدعم ده، لان مش كل الطلبه بيبقى عندها الامكانيه ان هي تدخل الجامعه، فبالتالي الحكومه بتديهم دعم عشان لو هو عاوز يكمل تعليم ما يبقاش هو الجزء المادي هو اللي اثر عليه ان هو ما يكملش تعليم. فدي صراحه نقطه كويسه جدا. ايه الفرق بقى ما بين كولج ويونيفرسيتي؟ يونيفرسيتي اللي هي المعروفه عندنا في مصر اللي هو او في الوطن العربي عموما، انت بتخلص الهاي سكول تدخل يونيفرسيتي دي عشان تعلمك تعليم اكاديمي بحيث ان انت تطلع تبقى مؤسس اكاديميا صح. البكالوريوس اللي هو كلنا عارفينه 4 سنين او 5 سنين على حسب يعني البكالوريوس عامل ازاي، وبعدها بتحاول ان انت تدور على شغل. الكولج شويه مختلفه، بتعمل دبلومات حوالي 2 3 سنين او 4 سنين لو بكالوريوس، بيعملوا ساعات دبلومات كمان سنه واحده. المهم ان الكولج بتبقى بتهيئك للمجال العملي على طول، يعني للشغل. الكولج فكرتها الاساسيه ان هي بتربط لك كل حاجه في الدراسه بالشغل. انت بتعمل كده عشان تشتغل كده، انت بتعمل كده عشان تطبقه كده في الشغل. فبالتالي الكولج بتبقى تهيئه اكتر للحياه العمليه، ولكن ما فيهاش الجزء الاكاديمي القوي زي اليونيفرسيتي طبعا. فلو انت حد حابب ياخد الحاجه يتاسس مظبوط اكيد اليونيفرسيتي بتبقى اقوى، ولكن في ناس هنا مش كلهم بيبقى عندهم المقدره الماديه لليونيفرسيتي، وكمان مش بيبقوا جايبين الدرجات العاليه اللي بتقبلها اليونيفرسيتي، فعشان كده بيدخلوا الكولج. نيجي بقى لمنحه الاوساب او منحه الحكومه للدراسه. مبدئيا كده انت عشان تاخد المنحه دي من مقاطعه اونتاريو انت مطلوب منك ان انت تبقى موجود جوه المقاطعه لمده سنه. طيب انا واحد جاي مهاجر جديد، هل ده معناه ان انا ما اقدرش اخد المنحه؟ لا، في استثناء وحيد للمهاجرين الجداد. هم بيطلبوا منك اثباتات على دخلك بره المقاطعه، لان هم واحد من ضمن الطلبات الاساسيه ان هم بيطلبوا منك اثبات للدخل لاخر سنه ليك، او يطلبوا منك الضرايب اللي انت دفعتها. فانت لو عايش جوه المقاطعه انت اخر السنه او في السنه الجديده بتدفع الضرايب بتاعتك. هم بيطلبوا منك التقرير الضريبي ده انت دفعت كام عشان يعرفوا دخلك كان كام، وعلى اساسها هم بيعملوا استيميت او بيكالكوليت الرقم اللي هم هيقدروا يديهولك. فالرقم بيتبنى على 3 حاجات اساسيه: انت متجوز ولا عازب وعندك اولاد ولا لا، عشان يعرفوا انت مصاريفك عامله ازاي في خلال السنه. انت دخلك كام في السنه اللي قبل الدراسه وفي وقت الدراسه لو انت هتشتغل وانت بتدرس. والحاجه الثالثه السنه الدراسيه بكام. انت لو داخل مثلا ديجري ب $15,000 غير لو داخل ديجري مثلا ب $40,000، فساعتها هيزودوا لك الدخل شويه. فده اللي بيفرق، وهم ده اللي بيحسبوا عليه هم هيدوا لك فلوس قد ايه. خلينا بقى نفتح اللابتوب واوريكم تدخل ازاي على الويب سايت بتاع الاوساب وتحسب ازاي الدخل اللي هيجي لك كمان. بسم الله، خلينا نبدا كده. نفتح جوجل، تكتب اوساب، هتختار اول لينك بيطلع لك اللي هو Ontario Student Assistance Program. ده في فكره ان انت تلوج ان لو انت عملت قبل كده عليه اكونت او تريجستر اكونت جديد. خلينا هوريكم موضوع الريجستر بعدين، ولكن خلينا نبص هنا على الايد استيميتور اللي هو هيدينا فلوس كام. تشوف الكالكوليتر بتاعها. فانت يطلب منك تدخل السنه الدراسيه، نبدا من سبتمبر 2025. تضغط نيكست. بما اننا النهارده في تشاردن كولج خلينا ندخل على تشاردن ونختار اي بروجرام بحيث اوريكم هو بيحسب الفلوس ازاي. مثلا اي حاجه في البيزنس. دي هنا الباتشلر بزنس. دي واضح ان دي دبلومه. اوكي طيب هنا ده مثلا دبلومه، خلينا نشوفها. دي البدايه بتاعت شهر يناير، يعني ده واضح الشتاء لغايه اوجست. واضح ان هو ده 2 سمستر 32 ويكس. فخلينا نشوف هيديك كام لو انت هتدخل الدبلومه دي. تضغط نيكست. هتقول له بقى انت متجوز ولا انت عازب. خلينا نعتبر ان ده واحد متجوز عنده طفل واحد. ف do you have dependent children? Yes. Do you have لا ما عندكش disability، ما عندكش مش enrolled في اي disability program. انت في هاي سكول؟ لا. انت خلصت هاي سكول، خلصتها من امتى؟ نعتبر ان انت مثلا خلصتها في شهر 6 2015 مثلا. بس اندجز ده اللي هم الاولد نيشن، هنا اكيد انت مش منهم. تضغط نيكست. the month of yearly gross هنعتبر ان انت مثلا واحد لسه جاي مثلا مهاجر جديد، كنت بتدخل مثلا حوالي 10,000 في السنه. بيسالوك هل انت تتوقع ان انت يجي لك سكولرشيب اول ما تبدا؟ قول لهم لا، لان انت في الاغلب مش هتكون لسه قدمت على اي حاجه في اول سنه في الجامعه. هل انت او مراتك عندكم حاجه اسمها RRSP؟ ده حاجه الكنديين هنا اللي بيبقوا موجودين هنا بيبقوا مسجلين بيها الفعل، فاكيد انت مش هتعمل كده لان انت مش مسجل فيها. ف هل انت او مراتك بتتوقعوا ان انتوا يجي لكم فلوس مع بدايه الدراسه، او
assets and start of the study period لا تضغط next. يسألوك مراتك مثلا خلصت امتى الهاي سكول، هتقول لهم بقى مثلا ممكن كمان نقول 2015. هل هي شغالة مثلا الفترة دي؟ لا مش شغالة. هل هي بتدخل لها حاجة؟ في الأغلب لو أنت لسه جايين مراتك ما بتدخلهاش حاجة هنحط صفر. عندك ولاد قد إيه؟ هنقول مثلا إن أنت عندك طفل واحد من 0 ل 11 سنة، ما عندكش أطفال تاني، إحنا قلنا صفر طفل واحد. لو أنت بتوديه بالفعل تشايلد كير أو بتوديه يعني حضانة أو كده، فأنت بالنسبة لك بتدفع كام في الحضانة؟ هنفترض مثلا إن أنت بتدفع حوالي $500 في الشهر، دول في حوالي 7 شهور، فهنكتب 3500 دول اللي أنت بتصرفهم في وقت الدراسة. هيطلع لك هو في الآخر التوتال هيدي لك $63,600. هيبقى منهم لون ده لازم تدفعه او ترجعه يعني 11,400، والجرانت 22,200. وبيوري لك هنا بقى الكالكوليتر التويشن بتاعتها كام، $2,700. الورق الكتب الحاجات دي كلها حوالي 2200 2000، وبعد كده التأمين والكلام ده. فالسنة الدراسية دي هتقف عليك بحوالي، احنا بنتكلم في حوالي $7,000. وهم التوتال شايفين اللي هم الاستيميت تقريبا هيبقى 42,000، فهم هيدوا لك منهم 33,600. فده رقم يعتبر كويس جدا لو حد لسه جاي وبيحاول ان هو يبدا يعني. بس انا عجبني الموضوع ده، والرقم اللي هيجي لي منه ده رقم كويس، انا عاجبني جدا. خلينا بقى نبدا ازاي. هتدخل هنا على ريجستر، بعد كده هتنزل لازم توافق على الحاجات اللي هم عاملينها دي، ان انت لازم تعمل لهم كونسنت ان انت كل الحاجات الحكوميه بتاعتك هتروح عندهم، دخلك هيروح، كل الحاجات دي هم لازم يبقى عندهم اكسس عليها عشان يعرفوا يحسبوا لك مظبوط. بعدين هنا لو انت في اونتاريو فانت في طريقتين، يا اما بتقدم عن طريق اونتاريو كولج دوت سي اي. ف اونتاريو كولج دوت سي اي ده، فانت بتقدم حوالي 5 برامج في نفس الوقت، بتحط لهم بس الابلكيشن بتاعك رقم الابلكيشن، او اونتاريو يونيفرسيتيز ابلكيشن سنتر، فده نفس الكلام. فهو بيبقى ويب سايت انت بتدخل تسجل عليه. لو انت بالفعل سجلت على واحد من الويب سايت دي تضغط يس. هتختار انه واحد اللي سجلت فيه، هنعتبر ان انت اونتاري كولج، هتحط الرقم بتاع الاكونت بتاعك، هتحط الديت اوف بيرث والكلام ده، وبعد كده هتعمل لينك وخلاص. انت كده ما عليك اي حاجه. اي حاجه هو هيعملها بعد كده ويعرف ان جالك قبول، الرقم ده هيسمع عندهم. فالرقم اللي انت حطيته هنا بالفعل هيسمع عندهم. ليتس سي ان انت حطيت الرقم ده ايا كان، الرقم ده هيسمع ويقول لهم خلاص ان الشخص ده جاله قبول. ساعتها هم يبداوا يبروسيد ويبعتوا لك الفلوس اللي انت المفروض تنزل عندك. طيب انا لما دخلت حسابت طلع لي حاجه اسمها جرانت وحاجه اسمها لون. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ جرانت ده حاجه غير مسترده زي كارد كده غير مسترد، دي المنحه الحقيقيه اللي بتديها لك الحكومه عشان تساعد في جزء كبير من الاكسبنسز او من المصاريف اللي انت هتصرفها وقت الدراسه. اللون هو يعتبر كارد بفوائد معينه، بيبقى الفوائد دي في منها جزئين، جزء رايح للحكومه الكنديه الفيدرال جفرمنت، جزء تاني رايح لمقاطعه اونتاريو. فاللون ده انت لازم تسده. انت هتبدا تسده لما تخلص الدراسه خالص، مش لما يعني انت لو قدمت على سنه دي اول سنه في الدراسه والدراسه 3 سنين، هيجي في سنه تانية هتقدم تاني عشان تاخد للسنه التانية، سنه ثالثه نفس الكلام. لما تخلص ال3 سنين بعد ما تخلص الدراسه تماما، توقف الدراسه لمده 6 شهور، ساعتها هيبدا اول دفعه في الكارد. حلو. فهم دلوقتي كانوا في الاول انت لازم تاخد الكارد وبترجع تسده. كان الناس عامله فيديوهات كتير عن انت ازاي تسد الاول للمقاطعه بتاعت اونتاريو، عشان مجرد ما تسد لها خلاص ما بيبقاش فيه فوائد، لان الفيدرال جفرمنت ما بتاخدش فوائد، هي بس المقاطعه اللي بتاخد فوائد. ولكن مؤخرا عملوا حاجه كويسه جدا خصوصا لينا احنا كمسلمين، ان انت تقدر تقدم وتاخد الجرانت لوحده. تقدر تقول لهم انا مش عايز اللون. فاحنا لو هنفترض ان هو مثلا زي ما حسبنا مدي لك 33,000، فمنهم مثلا 11,000 اللون، تقول لهم انا مش عايز اللون، انا هاخد الجرانت بس 22,000، وانا هتصرف بقى في الباقي وربنا يكرمني ان شاء الله. ففي ناس كتير بتعمل كده. انا شخصيا عملت كده لان ما كنتش حابب ادخل في حته ان يبقى في حاجه عليها فوائد وربا وكلام من ده، فقلت خلاص اخدها من قصيرها، انا هاخد الجرانت وربنا يكرمني بقى خلاص، احاول ان انا اشتغل شويه، اجي على نفسي شويه، اجي على المصاريف شويه، بحيث ان انا اعرف اكمل. فدي تبقى حاجه كويسه جدا صراحه. طيب هل بقى الجرانت اللي انا خدته ده غير مسترد بالمره، ولا في حاله ممكن نغير فيها؟ في حاله ممكن نغير فيها. ايه هي؟ لو انت بدات الدراسه وفي اقل من 30 يوم وقفت الدراسه، بالفعل كانوا نزلوا لك الجرانت وانت وقفت الدراسه وما بقتش تروح الجامعه، هيطلبوك ان انت ترجع الجرانت ده في صوره لون اللي هو كارد، هيحولوه من جرانت للون لان انت خليت بواحد من الشروط. الشرط الثاني ان انت، في ناس كانت بتقول ان انت لو ما نجحتش في الدراسه، ولكن انا ما شفتش ده الصراحه، في ناس عادي لا قدر الله ما نجحش او حاجه بس هو كان بيحاول، فده ما فيهاش برضه مشكله، هتقدر ان انت تكمل وتاخده كجرانت. الحاجه الثانيه لو كتبت عليهم في الانكم بتاعك، قلت لهم انا الانكم بتاعي مثلا $10,000 ولكن انت الانكم بتاعك $50,000،
فده معناه ان هو الحسبه طلعت غلط. ففي الاغلب هيحولوا، يا اما هيحولوه كله للون، يا اما هيحولوا جزء منه للون ويقول لك انت كنت تستحق مثلا جرانت 5000 وال 15000 التانيين دول لون. فحاول ان انت ما تكذبش في اي حاجه، قول لهم كل التفاصيل بكل صراحه. ان انت في الاخر الحكومه بتحاول تساعدك، فانت تحاول ان احنا نوعا ما مش بنابيوز السيستم، ناخد الحاجه اللي هم بيساعدونا بيها عشان نساعد نفسنا ونكمل، بحيث يبقى دي بدايه لحاجه خير ان شاء الله. بس يا رب اكون ساعدتكم. لو اي حد محتاج اي تفسير او اي اسئله عن موضوع الهجره او كده، اكتبوا لي في الكومنتس، او ادخلوا كمان على الانستجرام عندي. انا عندي ده انستجرام، تيك توك وفيسبوك. لو حد محتاج اي حاجه يكتب لي في الاسئله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.